شبابنا الأعزاء طلبة الرابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نكون وياكم في محاضرة اللي هي تحليل الحدانية الثلاثية بالتجربة. شبابنا هذا الموضوع هو مو بالرابع، هذا الموضوع هو بالثالث متوسط، لكن اللي الضعف اللي شفته في تحليل التجربة اللي هو اللي خلاني أسوي هيك درس على مود تفهمونه، على مود نمشي بالمادة. فالكثير يعني ما يعرف تحليل التجربة بصراحة، وأنا تفاجأت كثير يعني من شرحت الجملة المفتوحة ما حد جاي يعرف يطلع حل المعادلة من الدرجة الثانية اللي هي اكس تربيع. شباب المعادلة ضروري نحلها. ليش؟ راح تطلع لنا متغيرات، وتعرف انت بالجمل المفتوحة لازم عندك مجموعة أولى S1 وS2 وتقارن وتشوفها متكافئة أو لا. المهم راح نشرح، ندخل بموضوعنا، نختصر الوقت على مودكم، ولا يكون الدرس مالتنا طويل. شباب يعني هذا الموضوع تحليل حدانية كله سهل، بأربع حالات: بإشارة موجب، بزائد ناقص، بناقص ناقص، وبناقص زائد. أول بداية شباب، أول ما نبدأ نحل خطوة أولى نفتح قوسين. أول شي نفتح قوسين. الشي الثاني قبل لا نفتح قوسين شباب خلينا نعرف شلون تكون هي حدانية ثلاثية. شلون نعرفها حدانية ثلاثية شباب؟ تكون من ثلاث حدود. الحد الأول هي الشكل يكون اكس تربيع أو واي تربيع أو زد تربيع، المهم متغير. الحد الثاني هو 10 اكس، رقم في متغير من الدرجة الأولى، يعني مو اكس تربيع ما يصير، زائد هنا عدد صحيح 21 رقم. هذا شكلها شلون أعرفها هي حدانية ثلاثية، تكون من ثلاث حدود. المهم هسه يكون حلنا الحل مالتنا ان نفتح الخطوة الأولى، نفتح قوسين. القوس الأول والقوس الثاني. أول خطوة هي نشوف الإشارات اللي هنا راح نخليها. شلون نجي شباب؟ هنا اكس تربيع، هذا الحد اللي هو اكس تربيع إشارته موجب، وهنا الحد الثاني هم إشارته موجب زائد 10 اكس. نضرب هذا الإشارة بهاي الإشارة، زائد في الزائد يطلع لنا زائد. نجي هنا معامل 10 اكس إشارتها موجب في موجب، 21 يطلع لنا الحد الثاني، يعني الحد الأول. إشارة الحد الأول في إشارة الحد الثاني، هذا القوس الأول. القوس الثاني إشارة الحد الثاني في إشارة الحد الأخير، طلع لنا الإشارة. هاي أول خطوة. الخطوة الثانية هذا الأكس، طبعا شباب هذا الأكس 10 أكس، هذا الوسط، الحد الوسط، هذا ما نتدخل به إطلاقا، ما لنا علاقة به. شغلنا راح يكون على الحد الأول والحد الأخير. الحد الأول هو جاينا اكس تربيع، جاينا من اكس وهنا اكس. اوكي شباب، نجي هنا لل21 شباب، موجب 21. نقول ال21 منين جايتنا؟ ال21 نحللها منين جايتنا؟ جايتنا من 21 في 1، وجايتنا من 3 في 7. بعد شوفها منين جاينا الرقم؟ اكو شي يعطينا 21؟ لا، انت تحللها في بالك. خوش حكي، طلع لنا 3 21 في 1، وعندنا 3 في 7. هسه نختار هنا شي نخلي؟ هنا شي نخلي مثلا؟ يا رقم نخليه على مود نطلع الحد الوسط 10 اكس. نقول ببالنا هنا موجب 10 اكس، شنو هو اللي يعطينا من الحدانية؟ 1 في 21 يعطينا 10 من الجمعة زائد 10، يعني احنا هنا 21 زائد 1 يصير 22. عندنا 3 في 7، جاي نقول 7 زائد 3 تعطينا 10. ايه نقول صحيح 10 تعطينا. اذا نخلي الحد الاول هو 3، والحد الثاني هو 7. خليه 7. هسه شلون نجمع؟ هنا عندنا موجب 3، شلون نتأكد؟ هسه احنا نتأكد شلون انه حلنا صحيح، اختيارنا صحيح. نجي لهنا شباب، عندنا شو نقول؟ نقول اكس تربيع الحد نجعل هاي القوسين اللي طلعناها، نقول اكس في 7، موجب اكس في موجب 7. شو يطلع لنا هنا؟ موجب 7 اكس.
بعد موجب 3 في اكس، ايش يطلع لنا؟ موجب 3 في موجب اكس، ايش يطلع لنا؟ موجب 3 اكس. موجب 3 اكس. هسه نجمعهن، موجب 7 بموجب 3 ايش يطلع لنا؟ يطلع لنا 10 اكس. لو ما يطلع لنا 10 اكس اللي هو هذا الحد اللي انحنه صحيح. هنا راح يكون حنه صحيح. هنا شلون نختبر؟ هو القريب في البعيد، والبعيد والقريب، والحد الثاني القريب في القريب. هذا طلع حنا صحيح. نجي هنا الحدانية الثانية، هاي شلون راح نحلها؟ الخطوة الأولى نفس ما حل الأولى، بس إشارة هنا صارت عندنا زائد بناقص. شوف حلها شلون. نفتح لنا قوسين، قوس ثاني، اوكي. نشوف الإشارة أول خطوة، الإشارة مالتنا. نجي شلون نطلع الإشارة؟ عندنا موجب واي في موجب واي زائد. إذا الحد الأول هذا زائد. الحد الثاني نقول زائد واي في ناقص. دائما إشارة السالب أقوى، نقول ناقص. نجي للحد الثالث، قلنا الحد الثاني ما لنا علاقة به، ناقص 12. ناقص 12. نقول ال 12 منين جايتنا؟ 12 هذا الصحيح منين جاينا؟ أولا جاينا من 12 في 1، وجاينا من 3 في 4. 3 في 4 يعطينا 12، وجاينا من 2 في 6. واضح؟ خلي ببالك للمعلومة، أنت عندك هنا منو الأقوى؟ عندك إشارة موجبة، يعني هنا هذا معامل واي ايش قد؟ 1، موجب 1. من ذني التحليل ال 12 نشوف ياهل يعطينا موجب 1 من نجمعه. نجي عندنا 3 في 6، 3 و6. للمعلومة هنا إشارات مختلفة، هنا زائد بناقص، أو نقول 18، عفوا ال 12 3 في 4. نقول 12 في 1 من نطرحها الإشارة الأقوى موجب ما يعطينا. نقول من نطرح 3 في 3 ب4. 3 ب4 طبعا هنا منو الأقوى؟ يا إشارة الموجب. إشارة الموجب. هنا شو نخلي قبل لا هاي؟ طبعا احنا قبل لا نسبق شباب نخلي واي باي، هاي منتهي من عندها. واي باي حل واي التربيع الحد الأول خلصنا منه، وخلصنا من الإشارة أو البداية الإشارات. بعدها واي باي، بعدها هسه نطلع، نجي لل 12 على مود نطلع الحد الوسط. حد الوسط منين جاينا؟ قلنا جاينا من نخلي 3 في 4. 3 في 4 3 في 4. هسه نشوف هذا يعطينا موجب واي لو لا. طبعا لازم شو نسوي الشباب؟ هنا عندنا إشارة موجب، لازم هنا شو نخلي 4 في 3. ليش شباب؟ الإشارة الأقوى من هو؟ الإشارة الأقوى الموجب، يعني الأعلى، يعني موجب 4 وناقص 3 على مود يعطينا هنا إشارة موجبة. إشارات مختلفة، نطرح العددين. نختبر حنا مثل من الساعة. نقول البعيد واي موجب واي في ناقص 3، شو يصير هنا؟ ناقص 3 واي موجب 4 في واي، القريب في القريب يطلع لنا موجب 4 في موجب واي، يطلع لنا موجب 4 واي. موجب 4 واي. هسه شباب إشارات مختلفة، إشارة الأكبر ونطرح العددين. ناقص 3 بموجب 4 ننزل إشارة الأقوى اللي هي الموجب، و3 ناقص 4 أو 4 ناقص 3 ناقص من ناقص 4. إشارة الأكبر قلنا الموجب راح يطلع لنا موجب 1. 1 واي يعني واي معاملها 1 موجب. طلع لنا الحد الوسط لو لا؟ طلع لنا الحد الوسط، إذن حنا صحيح. نجي ل3.
شباب هسه احنا الحالات جاي تختلف عندنا زائد بزائد، زائد بناقص، ناقص بناقص، ناقص بزائد. المتغيرات من علاقة بيها، المهم زائد اكيس واي مو مشكلة. هسه هذا شلون نحله؟ جانا زد تربيع ناقص زد ناقص 6. اول بداية شباب نفتح قوسين، الخطوة الاولى. الخطوة الثانية نعرف الاشارات للاقواس. شو نخلي بالاقواس؟ نجي نشوف عندنا هنا موجب زد، هذا المعامل مالتها موجب، هنا زد، وهنا ناقص زائد في الناقص، الناقص اقوى، ناقص. نجي هنا الحد الثاني، إشارة الحد الثاني في إشارة الحد الثالث، ناقص في ناقص، ناقص في ناقص موجب. هسه نجي هنا زد، هاي الزد تربيع نحللها، جايتنا من زد في زد. نجي لهنا هذا الحد من علاقة به، هذا هسه شقد هذا الحد معاملة، معاملة ناقص واحد، ناقص واحد زد. المعاملة اللي هنا واحد، عبارة عن واحد، بس اللي كتبناه وما كتبناه هو معروف ناقص واحد. نجي للزد، خلصناها الزد بزد. نجي للستة، الحد الثالث. قلنا الحد الوسط ما لنا علاقة به، بس شنو راح نطلع قيمته، نختبرها منين؟ نطلع قيمته منين؟ من الحد الثالث اللي هو الستة، ناقص ستة. شباب نجي نحلل الستة منين جايتنا؟ جايتنا أول بداية ستة في واحد، وجايتنا اثنين في ثلاثة، بعد جايتنا مشي ستة، لا واحد في ستة. شباب إذا هنا طبعا إشارة شنو؟ إشارة لازم يطلع لنا سالب، إذا شو نخلي هنا؟ الرقم الأعلى، الرقم الأعلى هنا. ثلاثة في ستة شباب، ثلاثة في ستة، عفوا ستة منين جايتنا؟ اثنين في ثلاثة، جايتنا اثنين في ثلاثة. نجي نكتب اثنين، والله نكتب هنا الأكبر طبعا ثلاثة، هنا نكتب اثنين، لأن هذا هنا لما راح نطرح هنا إشارات عندنا راح تكون مختلفة، إشارة الأكبر ونطرح العددين. هنا الإشارة الأولى علما للناقص، إذا نخلي الحد الأكبر للناقص، ماكو مشكلة. هسه شو نسوي شباب؟ نختبر شوف حنا صح أو لا. نجي هنا شباب زد موجب زد في اثنين، البعيد الأول في البعيد، يعني البعيد في البعيد، الأول في البعيد. يصير عندنا موجب زد في موجب اثنين، يصير اثنين موجب اثنين زد. هنا ناقص ثلاثة في زد، موجب زد ناقص في الزائد، الناقص أقوى، ناقص اثنين، عفوا ناقص ثلاثة زد، اللي هو قلنا هذا القريب والقريب والبعيد في البعيد مع الإشارات. هسه شباب الإشارة إشارات مختلفة، زائد بناقص، ننزل إشارة الأكبر اللي هي الناقص، يساوي لنا ناقص وثلاثة، نطرح العددين الإشارات مختلفة، ثلاثة ناقص اثنين واحد زد. طلع لنا الحد الوسط أو لا؟ اي نعم حد الوسط، إذا حنا صحيح، الحل مالتنا شنو؟ صحيح. نجي هاي السؤال شبابنا الأعزاء، للمعادلة الأخيرة، هي المعادلة الرابعة، اللي هي اكس تربيع ناقص 9 اكس زائد 18. شباب أول بداية قلنا نفتح قوسين نطلع الإشارات. أول بداية قلنا شلون نطلع الإشارات؟ هذا الحد زائد في ناقص يعطينا ناقص، إشارة الأقوى، والناقص في الزائد يعطينا ناقص، دائما الناقص أقوى من الزائد. نجي شباب للحد الوسط اللي هو سالب 9 اكس، لازم يطلع لنا سالب 9 من نجمع العددين. هنا نجي ل 18 نحللها، نقول 18 جاتنا من 1 في 18، وجاتنا من 2 في 9، عفوا 3 في 9، وجاتنا من 2 في 9 و3 في 6. نجي هنا 1 في 18 إذا نجمعهن ما يعطينا 9، يعطينا 18 زائد 1 يعطينا 19، أو عندنا 3 في 6 إذا نجمعها 3 ب6 تعطينا 9، هاي بها مجال. و2
2 في 9 9 زائد 2 11 ما راح تعطينا الحد. احنا نريد سالب 9. نجي هنا شباب نحللها. ناخذ جايتنا من 3 في 6. 3 في 6 18. هسه نجي القريب هنا نختبر حلنا صح او لا. البعيد لهذا الحد الأول اللي هو نسميه احنا الحد الأول في البعيد أكس في سالب 6 يعطينا سالب 6. هنا سالب 6 أكس. وهنا الحد الأول في القريب سالب 3 في أكس يعطينا سالب 3. شباب إشارات مشابهة ننزل إشارة وحدة ونطرح العددين. سالب 6 بسالب 3 يعطينا سالب 9 أكس. وشكرا.